العريس قتل عروسته بعد ساعات من الفرح، مش هتصدق اللي حصل له لحظة الحكم عليه. عايز إجابة محددة، هل أزهار كانت بكر ولا ثيب؟ فنطق القاضي في جلسة النطق بالحكم عمل حاجة صعبة جدا مع المتهم، واتكلم كلام مهم يخص المجني عليها، ومن بعدها نطق بالحكم. حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع آراء هيئتها الموقرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فترة اتكلمت عن حادث حصل في محافظة أسيوط، وهو عريس قتل عروسته بعد ساعات من فرحها. تفاصيل الحادث ده صعبة جدا، منها ان العريس فصل دماغ العروسة عن جسمها واخد دماغها ونزل بيها لأهله تحت. صدمة كبيرة كانت لأهله وأهل العروسة وأهل البلد جميعا، حاجة صعبة مش متعودين عليها، والكل كان في حزن بسبب الموضوع ده. حجة المجرم أمام النيابة قال أنا عملت كده في عروستي وقتلتها علشان ما طلعتش بك، مع إني حتى لو ده حقيقي مش من حقه انه يعمل فيها كده، ومش من حق اي حد، ولازم اتكلم في النقطة دي. عروستك ما طلعتش بكر بعد التأكد وكل حاجة، وبعد فترة قدامك امرين ملهمش تالي، اما تاخد القرار وتكمل وتعيش معاها، يا اما ترجعها لاهلها، وزي ما دخلنا بالمعروف نطلع بالمعروف. ونرجع لموضوعنا، واللي تقرير الطب الشرعي أكد بعدها إن العروسة أزهار عاشت واتقتلت بكر. وللأمانة أهله زعلوا جدا على اللي حصل في العروسة بنتهم، على الموقف اللي حطهم فيه، لأن العروسة قريبتهم. المتهم اتحول للمحكمة الجنائية، ومن جلسة لجلسة لحد ما جات جلسة النطق بالحكم. وهنا القاضي قرر حاجة مهمة جدا قدام كل الحضور. القاضي قبل ما يحكم عليه قرر إنه يطلعه من القفص ويحطه قدام الناس، ويتكلم عن جريمته وعن بشاعتها واللي عمله والحجة اللي أخدها. ورغم تقرير الطب الشرعي اللي اتقدم ليه وشهادة الدكتور المختص اللي كشف على الجثمان، واللي أكد إن العروسة أزهار عاشت واتقتلت بكر طاهرة من أي تهم اتنسبت ليها، إلا إنه قرر قدام الجميع من الأهالي والمحامين والصحفيين إنه طلع المتهم من القفص يعرضوا عليهم ويبرأ أزهار من التهمة اللي اتنسبت ليها، وبعدها يحكم على المتهم. وهو ما أتاه هذا المتهم الماثل اللي قدامكم، اللي أنا طلعته من القفص عشان تشوفوه، عشان يكون عبرة للمجتمع جميعا. أخيرا عايز أقول في هذا المقام أن الله سبحانه وتعالى لا يضع بالسلطان ما لا يضع بالقرآن، بمعنى أن ذلك القول المأثور يعني أن هناك من بعض الناس ما لا يقف عند زواجر القرآن ولا ينتهي عما انتهى الله عنه، لكنه يخشى الدولة ويخشى السلطان، الحكومة أو الدولة. فالبشر عنده أو السلطة عنده أشد رهبة وهيبة من الله سبحانه وتعالى، وإلا ما كان ليقف هذا المقام أمامنا الآن. وقبل ما نشوف الفيديو اللي جاي ده مع بعض، يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واعملوا متابعة للصفحة علشان الفيديوهات توصلكم أول بأول. إنه في جزئية هنا هو حرصت المحكمة ابتغاء لوجه الله تعالى إن هي تثيرها. هي طبعا الأوراق كانت بالنسبة لي كافية، لكن أنا حبيت إن أنا أثيرها وأعلنها كافة. إنه حضرتك السبب المدعى به لجز رأس المجني عليها هي أنها كانت ثيبا لم تكن بكرا. فأتينا حضرتك بالطبيب الشرعي المشرح للجثة والذي قام بفحص موضع عفة المجني عليها سحائب الرحمة، وسألناه ما معنى ما سطرته في تقرير الطب الشرعي أننا وجدنا آثار مدممة حديثة بموضع العفة؟ يعني إيه الكلام ده؟ عايز إجابة محددة، هل أزهار كانت بكر ولا ثيب؟ فنطق أمام الجميع بأن المجني عليها كانت بكرا، وأنها ذبحت بغير حق، وأن المجني عليها وهي في دار الحق أرادت المحكمة أن تبرئ ساحتها أمام المجتمع حتى لا يعاير أهلها أنها ذبحت لأنها كانت سيئة السلوك. أزهار عليها سحائب الرحمة كانت بكرا. وطبعا الباعث ليس أصلا ركنا في ارتكاب الجريمة، الباعث على الجريمة احنا مالناش دعوة، يبقى بس أنا بوضح الحتة دي ابتغاء لوجه الله الكريم إنه أزهار كانت بكرا. فلا بد أن أنا أؤكد على هذا المعنى قبل أن أنطق بما تفضل الله به علينا. ولذلك وبناء على كل ما سلف حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع آراء هيئتها الموقرة بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا على المتهم الماثل أمام حضراتكم، وألزمته بالتعويض المدني الذي طلبه والد المجني عليها. بس كده وصلنا لنهاية الفيديو. يا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو وادخل اعمل متابعة للصفحة ده لو حابب تشوفني تاني. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.